الصلف الاجتماعي، غباوة الأنا، حب الرياسة. في السنة اللي اتولدت فيها السيدة فاطمة كان سيدنا النبي عنده كام سنة؟ 35 سنة. حدثت حاجة عجيبة قوي، حريق أنهك قوى البيت الحرام. هتقوم دلوقتي حرب ضروس، مين اللي هيحط الحجر الأسود؟ ما هو كان سيدنا موسى قاعد مع جماعة قاعدين، ده يقول له كان أبي، ما أكثر الخائبين حيث تعدهم لكنهم في النائبات قليل. قاعد يقول له عيلتنا عملت كذا، وجدي الرابع وجدي الثامن وجدي التاسع وجدي العاشر. قال الله، فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى أبلغ صاحبه أن له 9 من الأجداد في النار وهو عاشرهم. عمال تتفاخر بجماعة ما عملوش حاجة، هنا جم خربوا يكونوا ومشوا. ايه جد 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 ده ايه؟ لا تقولن ذا عمي وذا خالي، فعمك الذي أنت مغمور بنعمته وخالك الذي أنت من أضراره خالي. كدابين الزف، مسكوا في بعض ومسكوا الحجر، هيكسروا الحجر في مين يحط الحجر. وبعدين واحد من أهل الحكمة قال يا أولاد، طب واحدة ممكن أقول لكم على رأي طيب نستند إليه؟ قال اتفضل. فقال لهم أول واحد يعدي من هنا نستفتيه نعمل إيه؟ ناخد برأيه. لما إحنا دلوقتي هنموت بعض عشان مين يحط الحجر، ولما نخلص على بعض مين يطوف بالبيت. إحنا اتخلقنا للنزاعات. انتظروا قليلا حتى طلع البدر علينا، لقوا حضرة النبي طالع عليهم، فصرخوا جميعا هذا محمد بن عبد الله. وكان معروف عندهم سيدنا النبي يستبشروا به قبل ما يوحى إليه كده، كانوا بيتفائلوا به جدا. حتى لما كان المطر يتوقف، ما يجيش مطر في مكة، كان أبو طالب ياخد سيدنا النبي ويسند ظهره للكعبة كده ويقول له ارفع وشك للسماء فينزل المطر. وكان يقول كده وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فأم به في نعمة وفواضل. هذا كان سيدنا النبي قبل، لما لقوا سيدنا النبي ولا طالع استبشروا ان الفتنه هتنطفئ. لذلك كان في راجل من المستشرقين يقول لك ايه، والله هو يقول محمد يعني، والله لو ان محمد بن عبد الله نبي الاسلام في زماننا حي. نقول له حي يا ابني انت مش فاهم، بس ناخدك على الدعاء. لو ان محمد بن عبد الله حيا في زماننا لحل ازمات الكون وهو يشرب فنجانا من القهوه. لما عرفوا كده قالوا طب ابعدوا الأمة عنه بسرعة عشان يفضلوا يموتوا في بعض. دين النبي يعمل ايه بقى؟ يحلها ازاي يا اولاد؟ هيحل أزمة حرب. فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال ما دهاكم؟ قال كدنا أن نقتتل على ايه؟ من يضع الحجر، أو جاءوا بملاءة كما يقولون ووضع الحجر فيها وقال إذن كل قبيلة تمسكه بطرف. يا سلام، شوف يا أخي، شوف يا أخي الحكمة يا أخي. شوف لما العبد يبقى بتاع ربنا عشان يعرف الناس ان احنا امه، لو عرفنا نبينا لانطفأت كل ازمات العالم. بس احنا للاسف مش عارفين النبي. قال يلا يا واد انتوا قبيله فلان امسك يا ابني من هنا، وانتوا عزبه فلان امسك يا ابني من هنا. فدخلوا عند الحجر فامسك الحجر بيده ووضعه. شوف يا اولاد، يبقى سيدنا النبي يا اولاد لما الليله اللي حط فيها الحجر الاسود روح البيت لقى الزغاريط ايه؟ قال ولدت فاطمه. يبقى مناسبه ميلادها رضي الله عنها كانت مناسبه بناء البيت الحرام. ريحانه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ام ابيها الطاهره البتول الناظره، ام الحسن ام الحسين أم العارفين، مرآة المصطفى، أميرة المدينة الحبيبة، بنت الحبيب، بنت الحبابة الكاملة، بنت الكاملة، بنت الكمال، السيدة، بنت السيدة، بنت سيد السادات، أم لسيدة شباب أهل الجنة، زوجها علي وأبوها النبي وولدها الحسن
الزكي والحسين الفتي وزينب زي النبي وزينة النبي. كان إذا دخل المدينة يفتتح المدينة بصلاة ركعتين في المسجد، ثم لا يدخل داره قبل أن يزورها، ليخبر الناس أنه هو لا يدخل على نفسه إلا من طريق فاطمة، وكأنه يقول لا تدخلوا علي إلا بها، كما أن رسول الله باب الله، ففاطمة رضي الله عنها سيدتي باب رسول الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نور من القدم، قد جاءكم من الله نور، فهي بضعة هذا النور، ولها قدم في القدم ببضعية ما لها من النور، ولكن هذا يغفل عنه كثير من الأمم. ما أغضبها يغضبني، إذن لو عكسناها يبقى ما يسرها يسرني. ما أغضبها يغضبني وما يغضبني يغضب الله، يبقى ما يسرها يسرني. وليها السيدة فاطمة بالذات تاريخ، وأمها السيدة خديجة لها تاريخ مع بناء الكعبة. خويلد أبو خديجة رضي الله عنها هو اللي حمل حجر الأسود من أن تبع ياخده وينقله لليمن، كان عايز ياخد الحجر الأسود ويعتدي على الكعبة، فقام الناس يهرولون إلى خويلد، فقام وأخذ سيفه وجمع جماعة من الناس وتصدى لذلك، وتوعدوا هذا تبع أنه هذا شرف وأن ده بيت الله وأنت لا تقوى على انتقام الله، وذكروه بالله. في الليلة دي رأى رؤيا أرعبته، فكسى الكعبة وذبح لها وترك الحجر وانصرف.